مشوار نجاح. لكل طالب قصة تختلف حسب الظروف، ولكنها تتشابه في بعض المعاناة. اليوم نسلط الضوء على نموذج يمثل مشوار نجاح ونموذجا للخريجين الجدد. تخرج من البكالوريا ولم يتوقع يوما ما أنه سيكون في كلية الإعلام، فبعد تخرجه من الإعدادية تم قبوله في المعهد التقني في الموصل في وقت كانت الأوضاع غير مستقرة قبل 4 سنوات، مما اضطر لترك العام. بعد ما رجعت من السادس وبمعدل زين اتفاجأت أن قبولي طلع معهد تقني بالموصل، مع العلم أني من سكنة بغداد. كلكم تعرفون الوضع شلون كان بالموصل ذاك الوقت. هذا الشيء سبب لي خيبة أمل كلش كبيرة. وفي العام الجديد جاء والده وهو يحمل له المفاجأة، وهي استمارة قبوله في الجامعة العراقية كلية الإعلام، وتحديدا قسم الصحافة. فضل الله ودعاء أهلي الحمد لله أبويا فاجأني أن قبولي طلع كلية الإعلام. ومن هنا بدأت الرحلة، خطوات قبل أن يختار، فاختاره التخصص. فكر كثيرا وسأل طلاب في الكلية ليرشدوه ويقنعوه أنه اختار التخصص المطلوب. من هنا بدأت سنته الأولى كطالب في المرحلة الأولى، لا يعلم أي شيء. إنها أول مرة تجربة المرحلة الأولى. تعرف على طلاب وكان اللقاء بهم أول مرة، فسألوه عن اسمه وماذا يحب أن يدرس وكم معدلك في الثانوية. قام الطلاب بتطمينه وإنه اختار المكان الصح والتخصص المطلوب إنه الصحافة. المرحلة الأولى هنا كان يجلس والحياء يعلو محياه. تعلم البدايات، وكانت الحملات والتنظيمات والرحلات العلمية تجذب انتباهه. كان هناك تحطيم للمعنويات، وخاصة عندما رأى القتل الذي طال أرواح العديد من الصحفيين. بعد ما باشرت بكلية الإعلام وكملت مرحلتين دراسية، لاحظت أن هذا المجال كله مخاطر، خاصة أنه اللي زميلي بنفس الكلية استشهد أثناء تأدية الواجب الصحفي. بس هذا الشيء ما أثر علي وخلاني أصير عندي دافع أنه أكمل الرسالة الإعلامية وأوصلها وأوصل صوتي. والحمد لله وبفضل الله تم هذا العام على خير، كما كانت المرحلة الثانية قريبة من الأولى، وكانت بعض الظروف والصعوبات التي واجهها في تلك المرحلة، وكان يرغب بالحضور للتواصل مع أصدقائه. وجاءت المرحلة الثالثة ليختلف الفكر ويتغير برنامج حياته، ويتحول بفكرة إلى كيف يطور نفسه. وجاءت المرحلة الأخيرة التي شغلت حيزا كبير عليه وأثقلت الهموم، فكيف سيكون التخرج؟ يشعر الآن بالنشوة بعد كل ما عصف به. الآن بدأ الحزن يخيم عليه، لأنه سيترك أحبته الطلبة والسادة التدريسيين. يا بضام هذه الكبيرة! هكذا كان المشوار، 4 أعوام قضاها مع زملائه وأحلى مجموعة، وأخيرا أرفع قبعتي احتراما وإجلالا واعترافا بالجميل لأساتذتي، وأشكرهم الشكر الجزيل على كل المعلومات والتدريس الذي قاموا به من أجلنا. وها هنا انتهت خطواتي الدراسية، ولكنها لم تكتمل، وسأبدأ بخطوات جديدة بميدان العمل. 1 2 3. تخرجنا ورفعنا الراس، حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس، وتحلى الفرحة بالخلان. حالات الفرحة بالخلان.
حياتنا تفاصيله.